السلام عليكم. مواصلين في خبايز العيد. المرة دي جيتكم بوصفة راقية شديد، كعك اللوز واضح من الاسم إنه فاخر من الآخر. الوصفة دي لو عملتوها حتبقى لكم إدمان، أنا متأكدة. المقادير قدامكم وتعالوا نشوف الطريقة. للوصفة دي نحن محتاجين كوب كامل بتاع لوز، حبة كاملة غير مقشورة. أنا بفضل إنه أطحنه في البيت عشان أصل للدرجة اللي أنا حباها، لكن عادي جدا ممكن تشتروه جاهز مجروش من المحل. واللوز المستخدم في الوصفة دي هو غير محمص، يعني ما حتحتاجوا تحمصوه أو ما حتحتاجوا تشتروه إكسترا من المحل يكون محمص، هو كده كده حيكمل سواه في الفرن، فما تخافوا. أما الطريقة فهي سهلة جدا. الدقيق ويكون منخول، نضيف له اللوز المجروش ورشة بتاعة ملح لأنه اللوز عندنا غير مملح، لو مملح ما حتضيفوا ملح، ورشة بتاعة فانيليا. ومن عندي أنا اختياريا عملت هبهان وقرفة بده نكهة حلوة شديد. ونقلب المكونات الجافة دي لغاية ما تتجانس تماما، ولغاية ما تتجانس معانا المكونات تعالوا أوريكم الكوب اللي أنا بستخدمه، هو الكوب المعياري لأنكم بتسألوني منه كتير. الكوب المعياري مقاسه 250 ملي، انتبهوا للنقطة دي. وعشان نماسك المواد الجافة حنضيف شنو؟ حنضيف زبدة. الزبدة شايفينها طرية كيف؟ واضح جدا من الصورة، لازم تكون بالشكل ده تحديدا. ومن عندي أنا بضيف ملعقتين سمنة، هي في الوصفة الأصلية الصراحة ما موجودة، لكن شفتوا ملعقتين السمنة ديل بينقلوا الكعك ده نقلة تانية. وبس كده مكونات الكعك اكتملت. هنعجن يا إما بالعجان أو بالمضرب الكهربائي أو بيدكم زي ما تحبوا، مجرد ما العجين يتماسك معانا ونقدر نلمه بيدنا كده خلاص احنا وصلنا للدرجة المطلوبة. توقفوا وما تعجنوا أكتر من كده. أما بالنسبة للتشكيل فالكعك ده بيتشكل أصابع، وزي ما شايفين في الفيديو أنا ما بجتهد فيه خالص، بس بديه عصرة عصرتين كده والأمور بتكون طيبة. فما تجتهدوا فيه كتير، الكعك ده أسرع كعك في التاريخ. يلا واحنا بنشكل كده تعالوا أونسكم الكعك ده أنا جبته من وين. الكعك ده وصفة الشيف منال العالم، ومنال العالم دي يا جماعة أنا بعشقها لأنها شكلت بداياتي المطبخية، فمن هنا لها التحية ولها الدعوات السمحات الطيبات. نرجع للكعك مرة تانية، كملت الكمية كلها بجايبة هناك جازفتها، بعد كده طوالي على الفرن. الكعك ده يا جماعة ما بياخد نار عالية وما بياخد فترة طويلة، يعني بالكتير 20 دقيقة كده، 25 بالكتير بيكون جاهز. بس تلقوه حمر بقى لونه ظريف كده، ريحته طلعت، لأنه فيه ريحة خرافية يا جماعة رهيبة الريحة، يعني ما بقدر أوصفها لكم. ريحة الفانيلا مع السمنة مع الزبدة مع القرفة حاجة إبداع. الحاجة الدايرة منكم إنه لما نطلع من الفرن ولا تلمسوه، ممنوع منعا باتا، لأنه الكعك ده ناعم شديد وحتلقوه طلع معاكم في أصابعينكم، فخلوه يبيت لتاني يوم، حتى تاني يوم سكروه. اتفقنا؟ كده تعالوا شوفوا معايا يا اخوان الكعك ده من جوا عامل كيف. الكعك ده قوامه حاجة دايبة بشكل ما بتتوقعوه، حاجة أقرب للغريبة يمكن. لا هو عجيب، أنا مما اكتشفته أنا مدمناه تماما. كمان جربته بالفول السوداني، لكن تخيلوا ما عجبني زي باللوز، كنت متخيل بالفول السوداني يكون لطيف، لكن انتوا كده جربوا وشوفوا الحكاية أذواق. ولو محتارين تخبزوا شنو عليكم بالملف الفوق ده، اتفرجوا فيه كده واخدوا لفة. سلام.